السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم زعلوك مغربي اصيل، والاسرار ديالو باش كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله ان الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. على بركة الله غادي نحتاجو واحد الكمية ديال الفلفلة والدنجال، يعني نحاولوا نديرو هنايا نفس القياس. مثلا انا درت 3 ديال الدنجالات مع 3 ديال الفلفلات، جوج مطيشات متوسطات، واحد 3 ديال الدروسه ديال الثومه، وضروري من واحد الرويس ديال الحار ضروري في الزعلوك باش كيجينا لذيذ. غادي نشويوهم كما شفتوا معايا، ونحاولوا نديروهم في واحد هكا، شي حاجه اللي كتغطى، يعني نتفاداو البلاستيك. بزاف الناس كيديروا في البلاستيك وهذه طريقه غير صحيحه. غادي نديروه في واحد الانيه وغادي نغطيوه. هذا سر من الاسرار ديال الفلفله باش كتقشر بسرعه. غادي نغطيوها. علاش كنغطيوها؟ باش كتعرق، كترد هذاك السخونيه ديالها، وبالتالي كتقشرنا بسهوله. ها نتوما كتشوفوا معايا، يعني هذه طريقه بسيطه. ماشي ضروري تكون الانيه ديال الطين، يعني نتفاداو غير البلاستيك، ونديروها في الزاج ولا في الطين ولا في اي حاجه كانت عندكم في البيت. غير هو كما قلت لكم خاصها تغطى. هذاك هو السر، انها خاصها تغطى باش تعرق. صافي غادي نحيدوا هكا نقيوها. وحاجه اخرى، وهذه الاغلبيه راه كتعرفوها، الفلفله او الدنجال ملي كنشويوه من الاحسن يكون قبل التغسل مزيان. وملي غادي نشويوه ما خصناش نديروا له الماء بزاف، غير بهذه الطريقه كما كتشوفوا كنديروا غير واحد زليفه هكا، وكنبقاو نحيدوا القشره غير بيدينا حتى كيتنقى، راه كيتنقى بسهوله. غادي نقطعوا المطيشه طريفات هكا، حتى هي راه شويتها وقشرتها. غادي نقطعوها هكا طريفات، وفي واحد المقله غادي نديروا زويته، غير ديك الزويته غير هكا ندفيوها، ونبداو نشحروا ديك المطيشه، نشحروها هكا. في هذه الاثناء غادي نزيد هذوك 3 ديال الدروسات ديال الثومه، حكيتهم رقاق. صافي غادي نبداو نشحروا في هذيك المطيشه مزيان، وعاد غادي نزيدو عليها الدنجال مقطع والفلفله وهذاك الحار حتى هو اللي شوينا قطعتهم هنايا كاملين. صافي وغادي نبداو نشحروا فيهم مزيان مزيان حتى كيشرب داك الدنجال، راه كيشرب الزيت، يعني هاد الزيت ما غاديش تبقى تبان. وهنا كنعرفوا بلي راه الزعلوك ديالنا وجد. غادي تشوفوا معايا الفيديو حتى الاخر. صافي هنا غنبقاو غير بشويه هكا يعني حتى هذا البوطه خاصها تكون متوسطه، ماشي ناقصه بزاف وماشي بجهده. غير هو خصنا نكونوا واقفين وحنا كنخلطوا هكا. بالنسبه للتوابل انا درت غير الملحه فقط، ما درت لا كمون لا تحميره لا بزار. وهذا هو السر باش غادي يعطيكم واحد المذاق رائع. نتمنى تجربوه بهذه المراحل اللي اعطيتكم. صافي ها حنا نخلطو، كنشحرو فيه مزيان حتى صافي كتنشف. صافي ديك الزيت كما شفتوا راه شربت، يعني هذا دليل على ان الزعلوك راه واجد. في هذه المرحله غادي نزيد واحد 2 معالق اولا حتى 3 ديال الزيت البلديه، وهذه كتبقى اختياريه. الا توفرت لكم زيدوها، ما توفرتش ما كان حتى مشكل، راه كيجي لذيذ. صافي كنحاول غير هنايا غير واحد شويه حتى كتشرب هذيك الزويته اللي زدت في التالي الزيت البلديه. صافي وها الزعلوك ديالنا واجد. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. التقديم الاخير هو هذا. ما تنساوش تشجعوا القناه، واللي اول مره غادي يدخل الى عجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك. ودمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.